هذا الفيديو مخصوص لأهل تونس ولرئيس تونس قيس سعيد. قيس سعيد يا اخوان اول ما بلشت الحرب اول رئيس في كل الوطن العربي طلع ودق صدره لمين لفلسطين انه انا جاهز اقوم معاكم حرب. الرئيس التونسي قيس سعيد. تمام. بعد فوات الاوان تقريبا بعد 30 40 يوم من الحرب اخواننا العرب يعني سامحهم والله، يعني الله يسامحهم يا رب. اللي يطلع يغلط على هالزلمه انت تاع اشعارات، انت داوشت مع اشعارات ويا ريتك عملت اشي ولا سويت. صاروا يغلطوا في هالزلمه ويغلطوا فيهم. بس انا بدي اوجه لك رساله من قلب غزه او من قلب ابن غزه لقيس سعيد، للرئيس قيس سعيد. الزلمه ولا الرئيس القائد العام انا بقول لك بالنسبه لي انه ما عملش شيء، اشهد بالله ما عملش شيء. ولكن هل رئيسك طلع وتكلم زي ما هو حكى؟ هل رئيسك عمل زي ما هو عمل لما اجوا المدنيين تاعونا المصابين على تونس استقبلهم زي ما استقبلهم قيس سعيد بنفسه وما بعثلهمش ناس ياخذوه؟ نزل بنفسه استقبلهم وحطهم في المستشفيات. هل؟ لا مش هل. انا بوجه رساله شكر وحب وتقدير لاهل تونس، اقسم بالله العظيم انتوا اهلنا وانتوا ناسنا وانتوا حبايبنا وانتوا تاج راسنا كمان. بما انه ما حدش طلع لا تكلم ولا فعل، على الاقل لي رئيسكم طلع اتكلم في قضيتنا سواء فعل ولا ما فعل. لما بدك تحكي عن بني ادم لما انت بتكون افضل منه لما انت ما بتتكلمش خالص. فهمت كيف؟ يعني انا بوجه رسالتي اقسم بالله العظيم انه هذا الرئيس اول رئيس انا نزلت عنه انا، والفيديو تاعه جاب 300,000 لايك. اقسم بالله العظيم انا مش انه بس لما انا بلاقي هذا بغلط وهذا بغلط وهذا بغلط وهذا بغلط، بس انا بدي اطلع وبدي اشوف انت بلدك ايش عملت لفلسطين. ما عملتش شيء، يعني انت مش عامل شيء، خلاص خليك ساكت ونطمر. نسيت تونس؟ انا بقول لك لاطفال تونس، اطفال تونس كانت تحوش لمصروف للمدرسه، حرموا نفسهم من المدرسه وبعثوا مصروفهم لاطفالنا اللي بترموا في الشوارع. بنات تونس وشباب تونس اللي كانوا يدرسوا ويتعلموا كانوا يحوشوا من مصروفهم تاع الجامعه ويبعثوا لاهلنا في قطاع غزه. ناس كانت بدها تحج، بدها تطلع على السعوديه تحج يعني، ولما شافوا اهلهم في قطاع غزه محتاجين راحوا وفروا وراحوا قطعوا مصاري الحج وبعثوهم تبرعات لهنا في قطاع غزه. لما انت بتكون احسن من الشعب التونسي لما بتنطمر، انت ايش دولتك عملت لغزه؟ لما بدك تغلط على هذا الشعب كون احسن منه وغلط عنه. فاحنا بنقول لك هينا احنا ابناء غزه تبارك الله، اقول لك شكرا لكل دوله عربيه ساهمت مع هذا الحرب وما نسيتش هذا الحرب. ولما بدك تحكي عن الرئيس كون رئيسك افضل منه وبعدين نتكلم عنه. وحب عظيم للجميع وحب عظيم لاهلنا في تونس، وتزعلوش من ابناء غزه بنقول لكم احنا بنحبكم، احنا بنحبكم وحب عظيم لكم.